السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. ما تخافوش دي ما اتحرقتش، ده احنا بس شويناها بطريقة جديدة. خلينا مع بعض. معانا شرايح لحمة كنا مقطعينها من اللحمة بتاعتنا في العيد وكنا شايلينها. معانا شرايح لحمة ما بتاخدش سوا. اي بقى لحمة عندك ما بتاخدش سوا تقدري تقطعيها نفس الطريقة دي. بنتبلها ازاي؟ بنجيب بصلاية، طماطمايه، فلفلايه، بنضربهم كلهم في الخلاط وبعدين بنصفيهم في مصفى. بنشيل التفل، مش بنرمي التفل، بنشيل التفل بتاع الطماطم والبصل الطماطم والبصل والفلفل، وبناخد الميه اللي نازله منهم بنحط عليها نص نص كوبايه زيت، شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا مدخنه ومعلقه خل كبيره. بننقعهم زي ما انت عايزه، لو تبلتيها من بالليل هتبقى حلوه جدا. وبعد كده بننزلهم في الصينيه وبتاخد الصدمه بتاعتها، بتنزل ميتها، بنقوم موطيين عليها علشان خاطر ايه؟ تستوي في الميه بتاعتها او الصوص اللي نزل منها السوائل. تمام كده، تمام كده. المهم ان احنا بعد ما بناخد قسيتيها لقيتيها نيه شويه قبل ما تاخد اللون والصينيه تبقى بالشكل ده، لقيتيها نيه شويه، ما تخافيش، حط لها نص كوبايه ميه على وتخليها العين واطيه زي ما هي، هتلاقيها استوت وبقت زي الفل. وبعد كده تديها اللون ده وتوسعي بين اللحمه وبعضها، وتروحي حاطه الفحم وهو متولع، وروحي مغطياها كويس جدا وتبسيها كويس جدا. دي اللحمه. الورق العنب بتاعنا ده، الورق العنب بتاعنا حلو جدا طبعا. انا قلت اعمل طاجن ورق عنب يعني جنب اللحمه المشويه، وكان طبعا في سلطه وفي طحينه بس ما ظهرش معانا في الفيديو كده. اخدنا التفل بتاع البصل والطماطم والفلفل، ونزلنا بكيلو رز مغسول، حطينا عليه تفل البصل والطماطم والفلفل، ونزلنا عليهم بالخضره، دعكناهم كويس جدا، ونزلنا عليهم بالتخديعه اللي احنا عاملينها، قلبنا كويس جدا وقعدنا حشيناه ورصيناه، وبألف هنا وشفا كلناه. اتفضلوا بقى معانا. ده كان شكل الاكل بتاعنا. وعلى فكره كانوا الولاد طلعوا سلطه الطحينه والسلطه الخضراء، لان انا كنت ما كنتش في دماغي ان انا اصور، بس ايه، صورت كده اخر الاكل، يعني اخر المقاطع من الاكل هزيته كده علشان خاطر الورق العنب يقع يعني، بس ما مرضيش وخلاص جبت على كده. اتفضلوا معانا بقى.